اهلا بيكم، اتمنى تكونوا بخير. فيديو النهارده معانا فتح علبه سريع لافضل مايك فئه السعريه فئه 1500 جنيه. المهم المايك اللي معانا النهارده من شركه بويا المعروفه موديل باي بي ام 700. اهم شيء تتاكد ان المايك ده اصلي عن طريق السكيورتي كود والعلامه المائيه، وانا كنت عملت فيديو سابق بوضح فيه الفرق بين الاصل والتقليد وازاي تعرف الاصلي، هتجده في البطايق الخاصه بالفيديو. قبل ما نفتح العلبه نشوف مكتوب ايه على العلبه. هنجد هنا في الجنب أنماط تسجيل الصوت. هنا بيسجل يمين وشمال، هنا من كل الاتجاهات، هنا من اتجاه واحد، هنا من الأمام والخلف. نفتح العلبة مع بعض. كتاب إرشادات، ده كيبل مايكرو اس بي عشان توصله بالكمبيوتر. كتاب إرشادات، مفيش حاجة ده. من الأسفل هنا هنجد هنا مدخل مايكرو اس بي، وهنا مدخل السماعة 3.5، وهنا ده مدخل ذراع حامل المايك اللي هو ممكن بتركبه على الكمبيوتر او المكتب وتركبه هنا في الجزئية دي وتلفه. وانا كنت عملت مراجعة لذراع زي اللي يركب في المايك ده حوالي سعر 150 جنيه في الفيديو السابق، بس ما جربتش عليه مايك زي ده، جربت عليه مايك اخر. الذراع هتجده برده في البطاقة الخاصة بيه، وذراع رخيص جدا يعني 100 جنيه تقدر تركب عليه كده. هيبقى راكب في الجزئيه دي، هيبقى شكل المايك كده بالعرض. تتكلم من هنا مثلا، نادي المايك كده. دي الازرار. هنجد من الامام ده زرار يعمل ميوت يقفل الصوت، دي لمبه. هنا ده التحكم في الصوت الخاص بالسماعه اللي ركبتها من الاسفل. الناحيه الثانيه دي حساسيه المايك، بحيث يعني درجة التقاط الصوت، يعني عايزه حساسية عالية، حساسية أقل، هنا تتحكم. وهنا باترز اللي هي تتحكم في اتجاه تسجيل الصوت، اللي هي الأنماط الخاصة بتسجيل الصوت. طبعا هنا يمين شمال، هنا الأمام والخلف، هنا كل الاتجاهات، هنا اتجاه واحد زي ما واضح هنا. شايف؟ هتجد شرحها بالتفصيل للأربع أنماط، يعني هو بسيط ما فيهوش أي حاجة. حاليا ننتقل لتجريب صوت المايك وعشان نعرف جودته وانهي الفيديو. بس قبل ما ننتقل لتجريب صوت المايك حابب اوضح ان المايك ده تقيل جدا، وزنه حوالي كيلو، بحيث يضمن الثبات. والثبات كمان هتجد في الاسفل كده زي حته اسفنجيه عشان تضمن الثبات على الكمبيوتر. المهم يلا ننتقل لتجريب الصوت. حاليا بتكلم من المايك البويا بدون اي تعديل على الصوت، ولو حابب تشوف النتيجة بعد التعديل تابع قناتي الخاصة بتلخيص الافلام. المهم بكده الفيديو انتهى، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولا حد عنده اي سؤال اتفضل في التعليقات، وانتظروني في الفيديوهات القادمة. سلام.